السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أشارككم وجبة الفطور لليوم. سويت شوربة كلش طيبة ويعني خفيفة. سويت شوربة العدس بالشوفان. خليت تقريبا نص كوب عدس مغسول كلش زين، وخليت عليه حبة شجر قطعتها مكعبات بهالشكل. أيضا خليت مكعبين ماجي بالدجاج والخضروات. هسه راح احط كمون وكركم. ايضا راح احط نص كوب من الشوفان. شوفان كلش طيب بالشوربات، راح ينطيها قوام وطعم طيب. هسه راح اخلط هاي المكونات كلها سوا حتى تمتزج. راح اغطي الجدر واترك الشوربة تستوي تماما. حبيت اشوفكم هاي النوعية من الماجي اللي لقيتها بالسوق، يمكن نازلة بالجديد لان هاي اول مرة اشوفها. مكعبات الماجي بالخضروات طبعا طعمها بالشوربة رهيبة. هذه طبقة الاعشاب بيها صار هالشكل، وهاي مكوناتها. فكلش انصحكم بهن تعطي طعم للشوربة كلش طيب. طعم الأعشاب مالتها، أنا كلش أحب الأعشاب بالشوربات وبالمشاوي. فهذا هو شكلها. هسه الشوربة استوت والشجر استوى، راح أهرسها. طبعا ما راح أحمس لها بصل نهائيا لأن مكعبات الماجي بيها أعشاب وبيها طعم كلش طيب، أصلا بيها نكهة البصل، فما راح أخلي لها بصل. إذا تحبون تحمسوا لها بصل بعد تبقى حسب الرغبة. وهذه هي شوربة العدس بالشوفان، صارت عندي جاهزة. أيضا الطبق الرئيسي سويت دولمة من الصبح، دولمة خرافية، دولمة باللحم. طبعا إذا تحبون تشوفون طريقة عملها راح أخلي لكم الرابط بصندوق الوصف. أنا مسوية هواية طرق للدولمة، دولمة باللحم، دولمة بالزيت، وسلقت باقلة خضراء، وسويت صحن سلطة مقبلات وعصير قمر الدين. ان شاء الله تكونون حبيتوا فيديو اليوم، بس حبيت اشوفكم طريقة عمل الشوربة لانه هواي طلبتوا من عندي شوربات رمضانية. فانصحكم تجربون هاي الشوربة، خفيفة ومفيدة وصحية. ان شاء الله تكونون حبيتوا الفيديو. مع السلامة.